الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه أجمعين. فقد نظمت هذه الفاعلية اليوم احتفالا بذكرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذكرى ميلاده، وقد ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وذلك العام الذي كانت فيه مقاومة الطغيان المتمثلة في إبرهة الذي جاء في هذا الزمن ليهدم الكعبة. ثم كانت حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دائما في نصرة المظلومين ومقاومة الظلم بكل أشكاله، إلى أن كان بعد ذلك حينما أرسل صلى الله عليه وسلم قاوم الظلم المتمثل في الأصنام التي كانت حول الكعبة المشرفة. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان نصيرا لكل المظلومين، مقاوما مجاهدا في كل الحروب والغزوات التي قادها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم إذ نحتفل بهذه الذكرى، ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نساند مقاومة أهل فلسطين وأهل غزة في تلك الإبادة التي يقوم بها هؤلاء المجرمون، هؤلاء اليهود، هؤلاء الصهاينة الذين يعملون على إبادة الشعب الفلسطيني الغزاوي منذ أكثر من عام ونصف، وهم الآن يزودون هذه المجازر وهذا الطغيان الكبير في حق الأطفال وفي حق النساء وفي حق العجائز. ونحن نقف في وجوههم جميعا ونقول لهم أن هذا ظلم، وأن هذا الظلم سوف ينتهي، وأن هذا الكيان الغاصب سوف يزول إن شاء الله تعالى، وأن غزة منتصرة لا محالة، وأن القدس عائدة إلى المسلمين لا محالة، وأن فلسطين منتصرة لا محالة. فهذا وعد الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء المجرمين، هؤلاء اليهود، هؤلاء الظلمة، هؤلاء المنتصبين إنما سيزولون، إنما هم وهم إلى زوال منتهٍ إن شاء الله تعالى. وهذا زمان انتصار الإسلام والمسلمين وانتصار للمقاومة الإسلامية إن شاء الله تعالى. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلم على النبي الكريم، وأشكركم على تنظيم هذه الفعالية الكبيرة ودعوتي إليها، وأسأل الله يبارك في جهودكم. إن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ يجب أن يكون دائما في إطار خدمة قضاء الأمة. والأمة اليوم ليست لها قضية أعلى وأكبر وأهم من غزة. إن غزة تباد والبنيان يهدم والأطفال والشيوخ والنساء يقتلون. فواجب الأمة اليوم أن تتحرك سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا للضغط على هذا الكيان الغاصب، وللضغط كذلك على هذه القوى العالمية المتجبرة لإيقاف هذه المجزرة التي طالت وتجاوزت كل الحدود والأعراف والأخلاق والقيم. ونريد اليوم أن تحتشد الأمة، وخطوتكم هذه خطوة مباركة، ونرجو أن تأتي خطوات أخرى في كل أرجاء العالم الإسلامي، وأن تتكاتف الجهود لإنهاء هذه الحرب المجنونة، ويكون ذلك بداية لتحرير فلسطين، كل فلسطين. وشكرا لكم وبارك الله سعيكم ونفع بجهودكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفاعلية جزء من إسناد الشعب في هذه البلد للمقاومة الفلسطينية ولإحياء مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نعتبرها جزء من العمل الصحيح باتجاه دعم الشعب الفلسطيني وحقه بالمقاومة. الآن غزة بحالة حرب وبحالة دفاع عن الأمة الإسلامية. نحن نعتبر أن كل كلمة تقال هنا هي دعم لموقف أن طوفان الأقصى والدفاع عن الشعب الفلسطيني حق للمقاومة في فلسطين.